تعالوا نشوف ازاي ممكن نعمل فانوس رمضان كله على بلندر بس بالسيركل. فيلا بينا. بس قبل ما نبدأ، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم جميعا ان شاء الله. وطبعا قبل ما نبدأ، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتدوس على زرار الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة وعلشان تدعم القناة كمان. ولو ليكوا اي اسئلة او اقتراحات او تعليقات يا ريت تسيبوها لنا في الكومنتس. ودلوقتي يلا بينا. مبدئيا كده كل الزراير اللي انا هدوس عليها سواء على الكيبورد او على الماوس هتلاقيها هنا علشان لو في حاجة نسيت اقولها وانا بشرح. ودلوقتي خلينا نبدأ. اول حاجة هعملها طبعا ان انا همسح المربع ده، فهعمل اكس وهدوس ديليت. بعد كده هروح من اد، هعمل مش وسيركل. اول ما تعمل اد على السيركل ما تحركهاش، ما تعملش اي حاجة علشان البانل دي ما تتقفلش منك. فاول ما هنعمل اد للسيركل هنيجي نفتح البانل بتاعة الاد سيركل دي وهنخلي الفيرتيسز بتاعتها 6 بس، وبكده هيبقى عندنا الشكل ده. وممكن نخلي الفيل تايب تراينجل فان دي، وبكده هيبقى عندنا هنا مش جوه الشكل اللي احنا عملناه ده. بعد كده ممكن نقفل دي، خلاص مش عاوزينها. وبعدين بس اتاكد ان انا في الاديت مود الاول، وهعمل علشان اعمل اكسترود، وهي كده كده معمول لي لوك على الزد اكسس، فهرفعه شويه حاجه زي كده، وبعدين ليفت كليك علشان اكونفيرم، وبعدين اي عشان اعمل انسert، وهصغره شويه حاجه زي كده، وبعدين ليفت كليك عشان اعمل كونفيرم، وبعدين تاني اي عشان اعمل اكسترود، وهرفعه شويه حاجه زي كده، وبعدين اس عشان اعمل سكيل، وهصغره شويه حاجه زي كده مثلا، وبعدين اي علشان اعمل اكسترود، وهرفعه حاجه زي كده علشان يبقى ده الجزء اللي في النص بتاع الفانوس بتاعي، وبعدين برضو هعمل اس عشان اعمل سكيل، والمرة دي هشد لبره علشان اعمل الجزء اللي في النص بتاع الفانوس حاجة زي كده، وبعدين ايه علشان اعمل اكسترود تاني، وهرفع شوية حاجة زي كده، وبعدين اس عشان اعمل سكيل، وهشد بره زي كده، او ممكن نخليها حاجة في نفس مقاس الجزء اللي تحت كده مثلا، يعني اوكي كده ممكن يبقى لطيف. بعدين اي علشان اعمل انسert، وهصغره حاجه زي كده. ممكن ادوس شيفت من على الكيبورد، وبالعجله بتاعه الماوس اسحب لفوق شويه كده، وبعدين بالعجله بتاعه الماوس اجي كده شويه بس عشان ابقى شايفه انا بعمل ايه، وبعدين اي علشان اعمل اكسترود، وهعمل حاجه زي كده، وبعدين ليفت كليك بالماوس، وبعدين اس علشان اعمل سكيل، وهصغر الجزء ده حاجة زي كده، وبعدين ارفع كده شوية بالعجلة بتاعة الماوس، وبعدين اي علشان اعمل انسert، وهدخلها لجوه حاجة زي كده، وبعدين خلينا انزل كده شوية بالعجلة بتاعة الماوس، وبعدين اي علشان اعمل اكسترود، وهرفعها حاجة بس بسيطة كده عشان يبقى الجزء اللي انا هعمل منه الهاندل اللي هتعلق الفانوس. وبكده تقريبا بقى عندنا شكل الفانوس جاهز، على الاقل الشكل الخارجي بتاع الفانوس. دلوقتي ممكن اجي على الفيس سيلكت، وبعدين دوست الت من الكيبورد، ودوست كليك واحده على سايد من دول، على فيس من دول، فزي ما احنا شايفين كده عمل لي سيلكت على كل الفيسز بتاعه الفانوس بالشكل ده. وبعدين هدوس رايت كليك وهعمل اكسترود individual faces. كده انا لو شديت لبره هيطلعوا لبره بالشكل ده. لو انت حابب ان انت تعمل حاجه زي كده خليه كده طبعا براحتكم، بس انا كنت حابه ان انا اخليه لجوه كده حاجه زي كده مثلا. ممكن حاجه زي كده كفايه، تمام كده شكله لطيف بالنسبه لي. واخر حاجه هعملها في الفانوس اني هعمل الهاندل اللي فوق بتاعته دي، فنفس الكلام اللي انا عملته هاجي بس هتاكد ان انا في الاوبجكت مود، وهتاكد ان انا ادوس بره علشان لو فضلت مختاره الفانوس، او لو فضلت عامله سيلكت على الفانوس وانا شغاله في اي حاجه هعمل لها اد هتتربط بالفانوس، وانا مش عايزه كده، عايزه التانيه دي تبقى اوبجكت لوحدها. فهاجي اعمل اد وهعمل تاني مش وهعمل سيركل، هتتعمل لي بنفس الفيرتسز، نفس عدد الفيرتسز اللي انا اصلا كنت عاملاه اول مره. فهعمل جي وزد عشان ارفعها لفوق زي كده، وبعدين هعمل ار واي 90 علشان اعمل لها روتيت 90 درجه على الواي اكسس زي ما احنا شايفين. بعدين اس عشان اعمل سكيل، وهصغرها حاجه زي كده يبقى شكل الهاندل بتاع الفانوس. بعد كده هعمل سكرول بالماوس كده علشان اقرب بس شويه كده واشوف انا بعمل ايه. بعد كده هاجي تاب عشان ادخل جوه الاديت مود، وبعدين هعمل اي علشان اعمل انسert، فهعمل انسert بس حاجة بسيطة زي كده، وانا عاملة سيلكت على الفيسز دي هدوس اكس وهعمل فيسز، فكده انا مسحت الفيسز اللي جوه، وهدوس ايه علشان اعمل سيلكت اول. ممكن اجي من الجنب كده علشان اشوف انا بعمل ايه، وبعدين هعمل اي
واكس عشان اعمل اكسترود بس على الزي اكسس، شوية حاجة بسيطة خالص زي كده، وهعمل حاجة زي كده علشان تبقى دي الهاندل بتاعة الفانوس. بعد كده هرجع على تاب عشان ارجع على الاوبجكت مود، وهعمل ار زد عشان اعمل بس روتيت على الزد اكسس، وهلفها علشان تبقى باينه ان هي الهاندل بتاعه الفانوس دي تبقى جايه في الجزء ده كده. وبعدين هختار الهاندل دي تاني وهعمل جي احركها بس حاجه زي كده عشان تبقى في نص الجزء ده. بعد كده عملت اد وعملت مش وعملت كيوب. بعد كده جي زد علشان ارفعها شوية حاجة زي كده. وبعدين عملت سكيل شيفت واي علشان اعمل سكيل في كل الاتجاهات ما عدا بس الواي اكسس، عملت حاجة زي كده. وبعدين خلينا نشوف شكله. طيب تمام، ممكن بس نعمل اس زد علشان نخليه حاجة زي كده مثلا. تمام. بعد كده عايزة اعمل له ار علشان اعمل روتيت، وزد علشان اعمل له روتيت على الزد اكسس والفه بنفس اتجاه الهاندل بتاعة الفانوس حاجة زي كده. بعد كده هعمل جي وزد علشان ارفعه كده، وبعدين جي واي نجيبه حاجة زي كده. وبعدين ممكن نعمل تاني ار زد علشان يبقى بنفس الميل. بعد كده هاجي اختار الفانوس نفسه، ومن الموديفايرز هختار موديفاير اسمه بوليان موديفاير، ومن الاير دروبر دي هختارها وبس هعلم على الاوبجكت الجديد اللي انا رسمته ده. وبعدين هروح على الكيوب ده اللي هو الاوبجكت ده هو اسمه كيوب وهخفيه كده. فبالطريقة دي انا بس قطعت الجزء بتاع الكيوب من الفانوس، فبقى عامل لي الفتحة دي علشان تكون الهاندل اللي الايد هتتحرك منها في الفانوس. تمام. بعد كده اخترت كل حاجة وبعدين عملت ار زد ولفيت كل حاجة بالشكل ده، وبعدين عملت هايد للكيوب تاني، وبكده بقى عندي الفانوس بالشكل ده. دلوقتي كل اللي ناقص ان احنا نضيف الماتيريال بتاعة الفانوس. فقبل ما نضيف الماتيريال خلينا نعمل اد مش بلين ونعمل اس علشان نكبر البلين حاجة بالشكل ده. وبعدين خلينا نعمل ابلاي للبوليان ده دلوقتي، وبعدين كده ممكن نمسح الكيوب خلاص ما بقيناش محتاجينه كده. دلوقتي خلاص بقى الفتحة اللي احنا عملناها في الفانوس هي بقت خلاص اوريدي فيه. فبس كده على الفيديو ده. في الجزء التاني من الفيديو ان شاء الله هنشوف ازاي عملنا الماتيريالز والنور وكل حاجة علشان نطلع في الاخر بالسين ده. فبس كده، يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب يكون كان مفيد ليك. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتدوس على زرار الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول، وعلشان تدعم القناة كمان. ولو ليكوا اي اسئلة او اقتراحات او تعليقات يا ريت تسيبوها لنا في الكومنتس، واشوفكم في الجزء التاني ان شاء الله. باي باي.